هرمونات الحمل طفحة عليا وقررت ان انا اقص شعري. قلت هقص حبة منه او هقصه كله، مش عارفة بقى يا بنات. ورجعت قلت طب ما انا ممكن انا عندي ويك كتير اعمل بيها ستايلات، وفكرت في حبة حاجات كده وكمان هتنفع البنات في العيد، ولا نعمل صبغة ولا نقص شعرنا ولا الكلام ده خالص. قلت بس انا كنت جايبة 6 ويج من عند سمر يا بنات. قلت ايه، هلبس الشمسيه دي بتبقى جايه معاها. وبصوا لبست اول ويج، ودي من جمالها انا نزلت بيها وهوريكم خرجت بيها في اخر الفيديو. دي فايبر حرير يا بنات، وفي نفس الوقت تحفه في اللبس ومش بتحرر. ودي كانت اكتر حاجه فارقه معايا، لان انتوا عارفين الحمل بيخنق الواحده كده، بيخليها مش طايقه نفسها. ممكن امسكها اروح رميها في الارض في الشارع عادي، ما عنديش مشكله. تمام. وكمان القصه تقدري تتحكمي فيها، بس انا حبيتها على جنب، تقدري تقصيها كده من النص عادي. وبصوا شكلها تحفه قوي، ودي كانت من اكتر الواج اللي عجباني. ودي بقى بهارتني، اقسم بالله بمعنى كلمه بهارتني. بصوا التقل بتاعها مش اوفر، وفي نفس الوقت تحسوها طبيعيه قوي. ومش واج ومش باين حاجه من النص تبين ان هي واج يا بنات. والطول بتاعها حلو، وكمان كان التقل بتاعها مش اوفر، وبرده عجبتني قوي. وقلت خلاص انا برضو من الستة اللي انا حبيت اختارهم. كان السواد بتاعها بصوا كده سواد خليجي تحفه تحفه، والقصه ناعمه قوي 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 بجد. والله العظيم يا سمر بشكرك قدام الناس كلها. وكمان سمر يا بنات عشان هي اللي بتوزع الواج، بتبيع اي واج بسعر الجمله. ودي واج بقى يا بنات، بصوا مش باينه خالص. دي بتقطعي الطل اللي هو باين ده، وبصي تحسي ان الشعر طالع عادي من فروه راسك. بصي تحفه، ودي طبيعيه قوي قوي قوي. بس دي انا عندي اختها، فما كنتش عايزه اقص الحته الفايبر دي. قلت لما اجي البسها بس ايه هقصها، بس حبيت اوريها لكم بالحته اللي هي الفايبر اللي نازله دي، او الشاش اللي نازل ده. بصوا تحفه جدا جدا وطبيعيه قوي قوي قوي. تمام. ودي برده كان لونها حلو قوي. واحلى حاجه في الواج عندها اني ناعمين قوي، وبقدر اغسلهم واعملهم استشوار ومكوى عادي. وسعرهم حلو قوي، يعني ممكن تلاقيها ارخص من بره 200 و250 كمان، وارخص من المحلات. تمام. انت يا دوبك اللي بيفرق معاكي ان انت بتدفعي بس حق الشحن. تمام. ودي برضو لونها كان حلو قوي، لاني بعشق اللون ده وكان نفسي اصبغه جدا. يعني انا حلت لك مشاكل ان انت لو عايزه تغيري ستايل شعرك، عايزه تعملي صبغه، بجد ما تدمريش شعرك. لان الشعر بقى صعب علاجه الفتره دي، لان اكتريتنا ولا بنشرب لبن ولا بناكل زبادي ولا الحاجات اللي هي اصلا مفيده. وبص دي قصيره بس تحفه قوي قوي قوي. هنزل لكم طبعا اللينك بتاع سمر في الكومنتات يا بنات، وعايزاكم تدخلوا تشوفوا الاسعار وتشوفوا اشكال الواج اللي عندها. ده انا كمان من الناس اللي مش بعرف اظبط الواج قوي. ولبست الاخيره اللي انا وريتها لكم دي، ويا ريت تعملوا لي لايكات. باي باي.